وفي حاجه تاني كمان معفرطاني، يعني ايه البطاريه تكون 5000 والشاحن 45 واط؟ يعني ايه ابقى دافع 100000 جنيه واخد بطاريه 5000 وشاحن 45 واط؟ كلنا طبعا شفنا الاس 25 الترا والاعلان عن سلسله الالترا الجديده. تعال اقول لك على وجهه نظري. انا كاحمد شايف ان التليفونات دي ما تستاهلش خالص خالص ان انت تشتريها، عشان اسعارها مبالغ فيها. وفي حاجه تاني كمان معفرطاني، يعني ايه البطاريه تكون 5000 والشاحن 45 واط؟ يعني ايه ابقى دافع 100000 جنيه واخد بطاريه 5000 وشاحن 45 واط؟ يا راجل حرام عليكم يا جدعان، دول اهم حاجتين في الموبايل دلوقتي. مين فينا ما بيستخدمش الموبايل 24 ساعه، سواء كان لشغل تصوير، لشغل مونتاج، كصانع محتوى زي مثلا، او زي ناس كتير دلوقتي بقت بتبقى صناع محتوى. احنا حاليا في الوقت الحالي في شواحن 120 واط. الجي تي 7 برو نازل بحوالي 30000 جنيه، وانت هتلاقي الالترا نزل هنا، او السلسله كلها نزلت بدايه من 80 ل 170 حاجه زي كده. ال 40000 الباقيين بين ال 30 بتاعه الجي تي 7 برو دي راح اشتري بيها كاميرا، راح اشتري بيها كاميرا كامله لوحديها. فبصراحه شايف ان الموضوع مبالغ فيه خالص، شايف الموضوع مبالغ فيه، والناس السبب جاريها سواء كان على ايفون الغالي جدا، سواء جاريها على سامسونج، وما بيقدموش قيمه مقابل السعر بتاعهم. هو كل اللي عايز يمسك التليفونات دي عايز يبين ان هو غني، الا من رحم ربي يعني، الا اللي جايبهم لشغل او جايبهم لتصوير كشغل برضو. فشايف ان هم ما يستاهلوش حتى تدفع فيهم اكتر من 18000 جنيه يعني.